فرحة لا توصف بصراحة. فوز منتخبنا اليمني اليوم على المنتخب العراقي في كأس الخليج تحت 23 عاما. لا أجد الكلمات ولا أجد الوصف لهذه الفرحة غير أن أقول ألف 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 مليون مبروك لشعبي اليمني البطل الهمام. استحقيتم هذه الفرحة، وشكرا لأبطال منتخبنا اليمني، وعقبال الفوز في المباريات القادمة والتأهل إلى نصف النهائي والفوز بالكأس إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم ومبروك لشعبي اليمني مرة أخرى. وتابعوا معلقكم اليمني هيمن عبد الله، وتحياتي لكم جميعا. عاجل يا أخوان، من أراضي سبا يكتبون الأبطال التاريخ، ومن أراضي عدن ومن أراضي المكلا وجميع اليمن يريدون حلم، يريدون أن يفرحون. 40 مليون يماني ينتظر حلم وبهجة أمل، وكأن القدر قال لليمن السعيد العوض سيأتي من الله جميل بعد الخروج قبل أيام من جسر القمر وعدم المشاركة في كأس العرب. ألف ألف مبروك أقولها بالفم المليان من قلب سعودي. إني أراك يا ابن اليمن في نهائي الحلم. يريدون فرحة، يريدون حلم. اليمن تهزم العراق، يقتربون 3 نقاط من مباريتين وإلى نصف نهائي الكأس الخليجي الأولمبية. ألف ألف مبروك. والله هذه اليمن ولا البرازيل يا أخوان. انضباط دفاعي، انضباط تكتيكي، إبداع، مهارة. أنت يمانيا أصيلا محبا لأسطورة التيك توك، فالإضافة أشهد بالله أنها تفرق معاي من أجل المليون. ألف 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 مبروك. نهنئ ونبارك للمنتخب اليمني بمناسبة الزفاف، بمناسبة الفوز بدخول القفز الذهبي. ألف مبروك للمنتخب اليمني. رفعتوا راسنا، رفعتوا راسنا يا منتخبنا. أولا مبروك للجمهور اليمني، مبروك لكل محب للكرة اليمنية، مبروك للجمهور اليمني الوفي الذي ساند المنتخب داخل الملعب وخارج الملعب. مبروك بالمقام الأول للمدرب قيس صالح الذي صنع الفارق في المباراة، والذي أثبت للجميع أنه واحد من المدربين الكبار. أعاد الثقة للاعبين بعد أن تم استبعاد بعضهم في تصفية آسيا من قبل المدرب أمين السنيني. رسالة الاتحاد التفاتة صادقة نحو هذا المنتخب. نملك أسماء كبيرة، ثروة كبيرة للكرة اليمنية، عادل عباس، الخضر، البرواني، الكوماني وغيرهم من اللاعبين. رسالة اللاعبين: انسوا تماما مباراة العراق، فكروا بالمباراة القادمة أمام المنتخب الإماراتي. منتخب الإمارات لا يقل أهمية عن المنتخب العراقي، يملك أسماء جيدة، لكن أمنا بالله سبحانه وتعالى فيكم كبيرة، وأكدتوا حظوظنا في البطولة وأصبحنا المرشح الأول للكأس. منتخبنا الأولمبي بدأ البطولة بطريقة مش طبيعية. اليوم منتخبنا الأولمبي يفوز على العراق 2-1 في افتتاح كأس الخليج تحت 23 سنة. ويا سلام على عبد الرحمن الخضير، الولد سجل هدفين وكأن المباراة ملكه وحده. معلش يا إخواننا العراقيين، شعبنا واحد وفريقنا واحد. عاجل رسميا انتهت المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج بفوز الإمارات واليمن. ألف ألف مبروك. طبعا المباراة القادمة هي مباراة كسر عظم يا يوم الأحد الجاي 2:45 حغطيها مثل ما غطيت لكم اليوم. اليمن، الإمارات واليمن، اللي يفوز يتأهل نصف النهائي. لو تعادلوا عندهم فرصة يلعبون فرصتين الجولة الأخيرة. أنا على المستوى الشخصي أتمنى التوفيق لمنتخب اليمن، وبإذن الله المنتخب اليمني والسعودي في نهائي الحلم. الجمهور اليمني قاعد يقدر، شفت العرق، التعب اللي قاعد تتعب الجمهور اليمني يقدرك مثل ما الجمهور السوداني يقدر تعبك في كأس العرب. فاللي يدعمني حنوقف معاه يا جماعة، أنا قاعد أتعب ترى، ماني بآلة كمبيوتر. حيكم يا أبناء السعيد، حي عينكم يا صل العرب. مبروك، ولا تنسى الإضافة. معلش أنا والله الأيام هذه بشتغل على الإضافات لأني أبغى المليون. يا جماعة أنتم تبون تفرحوني ولا لا؟ إلا يكل فول الله يسعد. والله وقفة احترام. تحية لمنتخب اليمن الحبيب. 2-0 على العراق. تخيل بدون ملاعب، بدون معسكرات، بلا دوري، بلا بنية تحتية، ما في دوري شباب، ما في دوري ناشئين، ما في دوري أصلا. اليمن موقف الدوري فيها، ومع ذلك المنتخب اليمن الأولمبي 2-0 على العراق في أقل من نصف ساعة. أي جنون يا أبناء اليمن، أي إبداع، أي إمتاع. هذه اليمن ولا البرازيل يا أخوان، يا أخوان ما في دعم، ما في.
والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة منتخبنا اليمني أمام نظيره المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج تحت سن 23 سنة، وفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف. سجل أهداف المنتخب اليمني الكابتن عبد الرحمن الخضر. نبارك الجماهير المنتخب اليمني هذا الفوز، وعقبال ما نفوز إن شاء الله في المباريات الأخرى واعتلاء منصات التتويج مرة أخرى بهذا الجيل الذي أفرحنا بتحقيقه بطولة كأس قرب آسيا مع المدرب الكبير قيس محمد صالح. إن شاء الله بإذن الله إنهم يفرحونا بتحقيق بطولة كأس الخليج تحت سن 23 سنة. مرة أخرى نبارك لجماهير شعبنا اليمني العظيم بهذا الانتصار وعقبال الانتصارات الأخرى بإذن الله. مبروك لجماهيرنا، مبروك لأبطالنا. اليمن تنتصر. منتخبنا اليمني ينتصر على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف في أول مباريات كأس الخليج تحت 23 في نسخته الأولى. سجل الهدف الأول عبد الرحمن الخضر عند الدقيقة 28 ليعيد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 36. نفس الدقائق عادت القمر وحارت اليمنيين شمسوا العرب بعد أن تقدمت اليمن ب4-2. يا للجنوب كل يماني تابع لي حاط يدي على قلبه يقول لا يا الأسطورة، لا تذكرني يا الأسطورة إنني خائف وإني أراك يا ابن اليمن في نهائي الحلم بحول الله مع الأخضر السعودي. هل تعود العراق وإني أراك يا عراق في المونديال للفريق الأول؟ اعمل إضافة يا ابن اليمن والعراق. هبة يمنية. لا لا لا، الله عليك يا حامي العريق. هكذا هم نجومي وصقوري وأسودي سبا. السلام يا الأحمر اليماني. عاجل يا أخوان، من أراضي سبا يكتبون الأبطال التاريخ، ومن أراضي عدن ومن أراضي المكلا وجميع اليمن يريدون حلم، يريدون أن يفرحون. 40 مليون يماني ينتظر حلم وبهجة أمل، وكأن القدر قال لليمن السعيد العوض سيأتي من الله جميل بعد الخروج قبل أيام من جسر القمر وعدم المشاركة في كأس العرب. ألف ألف مبروك أقولها بالفم المليان من قلب سعودي. إني أراك يا ابن اليمن في نهائي الحلم. يريدون فرحة، يريدون حلم. اليمن تهزم العراق، يقتربون 3 نقاط من مباريتين وإلى نصف نهائي الكأس الخليجي الأولمبية. ألف ألف مبروك. والله هذه اليمن ولا البرازيل يا أخوان. انضباط دفاعي، انضباط تكتيكي، إبداع، مهارة. أنت يمانيا أصيلا محبا لأسطورة التيك توك، فالإضافة أشهد بالله أنها تفرق معاي. من اليمن تسجل اقرع الطبول، فالأحمر اليماني قادم في كأس الخليج. يتحدون الظروف يا قيس محمد. هذا هم أهل اليمن. اليماني غير يفتتحون أغلى البطولات. عبد الرحمن الخضر. هي صناعة عباس ولا مين؟ لا والله عصام. الله يا اليماني واحد. الأحمر اليمن يدك الحصون العراقية في البطولة الخليجية. اعمل إضافة يا ابن اليمن. الله عاجل رسميا انتهت المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج بفوز الإمارات واليمن. ألف ألف مبروك. طبعا المباراة القادمة هي مباراة كسر عظم يا يوم الأحد الجاي 2:45 حغطيها مثل ما غطيت لكم اليوم. الإمارات واليمن اللي يفوز يتأهل نصف النهائي. لو تعادلوا عندهم فرصة يلعبون فرصتين الجولة الأخيرة.
انا على المستوى الشخصي اتمنى التوفيق لمنتخب اليمن، وباذن الله المنتخب اليمني والسعودي في نهائي الحلم. الجمهور اليمني قاعد يقدر، شفت العرق التعب اللي قاعد تتعب الجمهور اليمني يقدرك، مثل ما الجمهور السوداني يقدر تعبك في كاس العرب. فاللي يدعمني حنوقف معاه يا جماعه، انا قاعد اتعب ترى، ماني بآلة كمبيوتر. حيكم يا ابناء السعيد، حي عينكم يا صلع العرب، مبروك. ولا تنسى الاضافه. معلش انا والله الايام هذه بشتغل على الاضافات لاني ابغى المليون. يا جماعه انتم تبون تفرحوني ولا لا؟ الا كل